بسم الله الرحمن الرحيم. بيان عن جمعية أبناء شط السلام للكرامة والحرية والدفاع عن البيئة. نحن متساكني شط السلام جابس نجذب ونستنكر بشدة ما ورد على لسان المنشط وليد زراع في حواره مع سيادة وزير الداخلية يوم الثلاثاء الموافق 1/2/2011 الذي اتهم فيه متساكني جابس مدينة جابس بالتخريب وترويع الناس وإقفال المعامل، وأننا نفند هذا الكلام الغير المسؤول الذي جاء في قناة حنبعل التي كنا نعتبرها في السابق نبراس المصداقية، وإذا بها منبر الأكاذيب والتلفيق. وكان الأحرى بهذه القناة أن تتحرى من مصداقية الخبر، بينما الحقيقة كالآتي: قمنا نحن متساكني شط سيدي عبد السلام بتنظيم مسيرة سلمية شارك فيها الأطفال والكبار والنساء والشباب ضد المجمع الكيميائي الذي لوثنا ولوث محيطنا طيلة 39 سنة. ويبدو أن هذا المنشط استكثر على هذه الأجساد المنهوكة من التلوث هبتها للمطالبة بحقوقها الشرعية فأراد تشويهها. فنرجو من قناة حنبعل الاعتذار من أهالي مدينة جابس وبالذات من أهالي شط السلام وإبراز الحقيقة للناس. والسلام.